شوفوا هذا الحديث وإسماعيل. طيب هذا هو، خلنا بقرأ لكم. إن الله اصطفى قريشا على العرب، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه. وسمى الله تبارك وتعالى إبراهيم أبا له، فقال ملة أبيكم إبراهيم، وهذا باتفاق أن النبي من ذرية إسماعيل. شفتوا كيف؟ والعرب كما هو معلوم قحطان وعدنان. عدنان باتفاق أهل العلم من ولد إسماعيل، ولكن الكلام في قحطان هل هم من ولد إسماعيل أو ليسوا من ولد إسماعيل، يعني من العرب العاربة، أو ما احنا متكلمين في المصطلحات هذه، أو من قوم جرهم الذين تزوج منهم إسماعيل. هذا هو المشهور، أن قحطان ليسوا من ولد إسماعيل، وإنما الذين من ولد إسماعيل هم عدنان الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بني أسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني فلان وأنا مع بني فلان، فإن أباكم إسماعيل كان راميا. وتوقف الفريق الثاني فقال لهم النبي ما لكم لا ترمون، فقالوا كيف نرمي وأنت معهم تأدبا مع النبي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا معكم جميعا صلوات الله وسلامه عليه. وقبيلة أسلم كما ذكر أهل العلم من خزاعة، وخزاعة من قحطان، فكيف يقول أبوكم إسماعيل وهم ليسوا من ولد إسماعيل؟ فأكثر أهل العلم على أنه إنما سماهم كذلك على أن إسماعيل أباهم من الأم، يعني جدهم لأمهم، لا أنه جدهم لأبيهم، كما يقال عن أولاد فاطمة رضي الله عنها أنهم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحسن والحسين وذريتهما رضي الله عنهم. هؤلاء يقال أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رأي عثمان الخميس أن قحطان ليست من ذرية إسماعيل، واستدل بهذا. وأصلا الكلام على خزاعة في حديث في البخاري يدل على أن خزاعة